مين اللي قال ان البانيه للقلي وللشوي؟ ده انا هقولك على وصفة اختراع. هتجيبي البانيه وتعمليه وفي حلة واحدة مع الرز وهتاكليه بجد تحفة 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 تحفة. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا استأذنك تشتركي في القناة واللايك والكومنت الحلو. نبدأ في الوصفة بتاعتنا، نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنبدأ حبيبة قلبي. هنجيب معانا نص كيلو بانيه. بصي انا جايباه يعني قطع على بعضها كده، قلت للراجل هاتلي القطع على بعضها. ده نص كيلو حبيبة قلبي. هنقطعه حتت صغيرة خالص خالص وبعد كده ننقعه قطع صغيرة مكعبات. تمام، بس ماسكة نفسها، ما تبقاش رفيعة، ماسكة نفسها. وهنجيب حلة، طبعا بعد ما ننقعه كويس جدا من محلول النقع ونشطفه. هنجيب حلة نحطها على نار هادية بدون اي مواد دهنية خالص، على النار كده. هنشوحها كويس جدا جدا زي ما انت شايفه اهو. هنشوحها كويس جدا على نار هادية، تنزل ميتها وتشربها في نفس الوقت. هتنزل السوائل اللي فيها وهتشربها اهو. وهتقلبي فيها بالراحة عشان ما تتهرش منك، تقلبتين وكده زي ما انت شايفه اهو. بصي انا بقولك المية بتاعتها شربتها تاني بعد ما نزلتها. هنجيب البهارات بتاعتنا حبيبة قلبي. هنحط معلقتين زيت كبار. لو وصلتش معايا لحد هنا صلي على النبي حبيبتي واشترك في القناة واعملي اللايك الحلو. هتقلبيها كويس وبعد كده هنجيب البهارات بتاعتنا: ورق لوري، ملح، كاري، كمون، كركم. بس هي دي البهارات بتاعتنا: ملح، كاري، كمون، كركم. لو عندك بهارات فراخ تمام، ما عندكيش ما تجوديش من عندك عشان ما تغيريش طعم الوصفة. تمام. هتقلبي كويس جدا البهارات 5 دقايق كده، البهارات مع الفراخ تاخد اللون والريحة والطعم منها زي ما انت شايفة اهو. كل ده على نار هادية، كل ده على نار هادية. هنحط بقى المية بتاعتنا. شوفي مقدار الرز بتاعك قد ايه وتحطي المية بتاعته. انا عملت نص كيلو رز، حطيت 4 كوبايات مية زي ما انت شايفة اهو. 4 كوبايات مية على نص كيلو الرز. تمام. هتقلبي كويس جدا واول ما المية تغلي زي ما انت شايفة اهو اول ما المية غلت معانا حطيت الرز بتاعنا، غسلته كويس جدا وحطيته في مرحلة الغليان دي بيكون البانيه استوى. مرحلة غليان المية دي بيكون البانيه استوى. غسلت الرز كويس جدا، نقيته وغسلته وبعد كده هحطه في المية. هقلبه تقلبتين كده واجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان كله يتشرب من بعضه وياخد نفس الطعم. هوطي عليه. اول ما يغلي هوطي عليه خالص شمعة. وبعد كده اول ما يستوى اهو زي ما انت شايفه اهو. بصي اول ما غلي هتقلبي برضو من تحت لفوق، من فوق لتحت وتجيبيه كله. بصي خد اللون، مش قادره اقول لك الريحه والطعم، اقسم بالله وهم. هوطي عليه واول ما يستوى هعلي عليه النار نص تعريه كده واسيبه يتهوى شويه عشان يبقى معايا مفلفل زي ما انت شايفه. ودوقي احلى رز بالبانيه، رز كاري، طبق رز كاري بالبانيه يشرفك. بصي بجد بجد تحفة تحفة تحفة. تحطيه على سفرتك يشرفك جدا جدا وطعمه خطير وعيالك هيحبوه جدا وهيطلبوه على طول. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة واللايك وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله. ايه رأيك يا ماما؟ ايه؟ ايه رأيك يا ماما؟ ايه رأيك يا ماما؟ ما تسكتي. صوري بقى.